السلام عليكم. احنا النهاردة في النبورية بنصور 8 فدادين مزروعين سفندي مركت وبروكلي بتاع السلطة. ده بروكلي مزروعة كلها. دول 4 فدادين بشاير، ودول 4 فدادين عمر 3 شهور. وده الجرار بيستصلح الأرض عشان يزرع محاصيل ال4 فدادين دول، والشبكة بتاعتهم اللي موجودة دي المشاية دي بين ال4 فدادين اللي هم عمر 4 سنين اللي هي البشاير. ده البشاير، ده سفندي مركت، وده البروكلي بتاع السلطة. الأرض في النبورية، قرية النبورية. ده سفندي مركت، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ده كله سفندي مركت. الأرض فيها كهرباء 3 فاز، فيها كهرباء خاصة بالأرض 3 فاز، فيها مية بحاري خاصة بيها. ده مية بحاري. معلش لو الإضاءة فيها أي مشكلة، احنا في المغرب وده جرار بيستصلح الأرض عشان يزرع خضار في ال4 فدادين التانيين. الأرض السفندي بالنسبة للسفندي المركت معروف تصدير. السفندي المركت معروف إن كله تصدير، والجمع بتاعه شهر 4. جمع السفندي المركت في شهر 4. في شهر 2، آسف في المعلومة، في شهر 2. معلش على آخر اليوم. الزراعة واضحة، بسم الله ما شاء الله. مكان مميز. تجار زارع عنب. موجود فلل إيجارات على الطريق الصحراوي اسكندرية. عاوز يوم، عاوز شهر، عاوز شهرين. موجود فلل كتير تبعنا على الطريق الصحراوي مصر اسكندرية للإيجارات. وفي أراضي للإيجارات، في أراضي فاكهة للإيجارات موجودة، مانجا، عنب، برتقال، ليمون إيطالي. موجود مساحات كبيرة. ليمون إيطالي، ناس كثيرة بتطلب الحاجات دي. موجود مساحات كبيرة للإيجارات، في وادي نطرون، وفي النبورية، وفي على الصحراوي. في عنب إيجار، في مانجا إيجار،
في حاجات كتيرة للإيجار. الناس بتوع الأخشاب في أنواع الأخشاب كلها، فاكهة، جوزرين، كل أنواع الخشب موجودة برضو. لو حد عاوز الحاجات دي كلها متاحة معانا. أرض النابورية معروفة تربتها، وعارفة معروفة الجودة بتاعتها اهي، تربة ولا بيضة ولا حمرة، خليط، وهي وراوية اهي، دي وهي وراوية. بالنسبة للإيجارات يا جماعة متاح الكميات اللي انتوا عاوزينها. الإيجارات، ولو حد عاوز إيجارات أراضي فاضية متاح برضو. ده المركد الجمع بتاعه في شهر 2، وده تصدير. المركد فيه تصدير. دي خدت كفايتها. نصور لكم الأرض الفاضية والسفندي المركد اللي فيها، خارجين كلها نقطات. كمان السنة اللي جاية هيعمل خرطوم تاني عشان الشجر يبدأ الجذر بتاعه يكبر وبعوز مية أكتر، فيعمل خرطوم تاني. بالنسبة سعر الأرض هتلقاه في الوصف، هتلقى سعر الأرض في الوصف، صندوق الوصف هتلقى البيانات كلها والسعر. نحاول نصور التانية قبل ما الجرار يجي عشان الصوت. دي الأرض الفاضية، بس المنظر بتاعها وهي متخططة. السكن اللي هناك في الأرض، وده مركد عمر 3 شهور لسه جديد في الأرض. وده طبعا معروف أبو جرجان بلم الحشرات من الأرض. آخر الأرض الفول، آخر الأرض الفول. ده جرار للإيجار، هو بيقلب في الأرض دلوقتي. جرار ده للإيجار، ده اللي جنب الأرض يقلب الأرض. هاي الأرض متخططة ومنزل السبلة ومنزل كل حاجة. ودي المشاية اللي في نص الأرض، 4 على اليمين و4 على الشمال. وده السكن في الأرض، سكن لصاحب الأرض. وده المصرف
المية اللي بياخد منها الري. شكرا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. شكرا.